عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الريشة في الريشة زي ما احنا شايفين على دماغ السبوق. معاينة النهاردة أول معاينة معانا في صمالوط على الطبيعة. فينا اللي هيسجل معانا وفينا اللي ورا الكاميرا مش عايز يسجل، بس هنسمع رأيه برضه وهنشوف هو منين وجه ازاي. على الطبيعة احنا بنتكلم في مشروع صمالوط، أنا وأخويا وابن عمي وصاحبي. هنقدر إن احنا تحجز معانا وتدافع على مرحلتين، وتقدر إن أنت تاخد مساحات تتعدى اي فدادين انت عايزها، عايز 50، عايز 100، عايز 200، عايز 300. قلنا للارض عقد ابتدائي مورده للدوله 20%، وباقي المبلغ تقسيط على 15 سنه. انا واخويا وابن عم وصاحبي على الطبيعه. الارض كهرباء زي ما انتم شايفين، خط الكهرباء اهوت، خط الكهرباء على دماغ الارض مباشر، يعني واقفه على البير فقط. لو انت عايز تبقى معانا في البير، احنا بنجمع المجموعة 5 في 10 ب 15 في 20. البير بيكتمل معانا على 100 فدان، اللي احنا بنشطبه على 100 فدان ونسلمه على مرحلتين. ممكن المرحلتين يبقوا 4 شهور، وممكن يبقى 6 شهور، وممكن يبقى 8 شهور. كل واحد بيقف في الصف اللي هو يتكافئ معاه في الدفع. انا واخويا وابن عمي وصاحبي المسافة هي 17 كيلو، بس انا بقول 20، من الصحراوي الغربي لحد دماغ الارض. المدق كله زي ما المعاينين معانا جم وشافوا معانا، كلها ارض زرعه على الطبيعه، واحنا اول الارض اللي لسه ما زرعتش، يعني في خلال شهور هتبقى منزرعه زيها زي اللي بره على ارض الواقع. الريشه في الريشه زي ما احنا شايفين على الطبيعه. هنتكلم تعالى يا عم بتاع عدوه، ديت الارض اهيت، وديت المجسات في الارض زي ما انتم شايفين. تعالى يا باشمهندس لو سمحت صور مجسة الارض. دي مجسات الارض زي ما انتم شايفين، فيها زلطه خفيفه كده في بطن الارض، وديت يعني مميزات التربه هنا في المكان، بتعمل تنفيذ وصرف ذاتي للارض. عشان كده كل اخواننا اللي بيأجروا اراضي وفاهمين يعني ايه ايجار الاراضي، لا ما تخش بيت قوي، لف انت كده بقى، خليك انت كده بقى، نجيب ارضنا بقى. اللي هم بيأجروا الاراضي دايما بيحبوا الاراضي المنفسه. ليه؟ عشان موضوع الصرف، وعشان ان هي ما يبقاش فيها مشكله، لا سيما ان هم بيزرعوا زراعات ذات عائد اقتصادي عالي. المنطقه ديت يا جماعه ما بين كنتالوب وطماطم وبطيخ وعنب، وكمان معانا كراويه ومعانا كزبره وكل النباتات العطريه في هذا المكان. انا واخويا وابن عم وصاحبي مشروع صمالوط هيجيب معانا كل اخواننا من المنيا وكل اخواننا من بني سويف، وهيجيب معانا الفيوم، وهيجيب معانا القاهره، لان دي اقرب ارض للقاهره. هاي كل اخواننا بتوع القاهره المفروض الارض ديت هتبقى حلوه لهم جدا جدا. ولو اي حد عايز يجي معانا من اسيوط، بعض الناس يعني راسلونا من اسيوط، عادي، ايه المشكله تيجي معانا من اسيوط. طيب المواصلات ممكن تقول لنا جيت من القاهره ازاي حضرتك؟ المنيب وبعد كده كارتة المنيا على طول. الباشمهندس اسامه كان مستنيني بصراحه، ربنا يبارك له. تمام، يعني هو ركب من المنيب، ما خدناش وقت، ساعتين تقريبا بالظبط، ها؟ ساعتين من المنيب على طول، ساعتين ونص بالظبط. ساعتين يعتبر. لو انت معاك عربيه وطالع من ساعتين القاهره بالظبط. هتبقى ساعتين بس، مفيش نص، لانك هتاخد من بره مش هتخش جوه البلد، بعد كده تطلع من جوه البلد. ولكن احنا هنقول ساعتين ونص من المنيب لحد كارتة المنيا. هتركب اي عربيه او اي حاجه طالعه صحراوي غرب، مش لازم منيا بقى. انت في الموقف لقيت عربيه رايحه ديروت بس ماشيه صحراوي غرب، اركب لحد الكارت. لقيت عربيه رايحه اسيوط، اركب. لقيت عربيه رايحه المنيا، لان المنيا المدخل بتاعها من على الصحراوي الغرب بعد الكارته شمال على طول، اركب وانزل على الكارته. احنا ارضنا قبل الكارته مش ب4 كيلو، ده انا لقيتها مسافه صغيره خالص، ما تجيش 2 كيلو او كيلو ونص كمان. هو الافضل بنقول عند الكارته ليه؟ كافيتيريا الهيثم جنب الكارته، بننتظر عليها، بنلم بعض ونطلع مع بعض على ارض الواقع. اللوكيشن موجود بتاع المشروع، اي حد هيراسلنا على الواتس هنبعته له على طول. من اول اللوكيشن لحد الارض 17 كيلو من مكاننا كده اهوت، وان شئت فقل 20 كيلو. ارض كلها منزرعه. سلم عليا يا عم، انت لسه بتبص؟ انت بقالك ساعه بتبص. عرفنا بنفسك كده، حضرتك منين؟ انا عارف. منين؟ بالعيد. والعيد تبع بني سويف ولا المنيا؟ اخر حاجه من المنيا؟ مركز العيد. ايه رايك في الارض هنا؟ بجد كموقع كتربه 200%، يعني عدت ال 100 100.
الارض 200% يعني عدت ال 100. اهم حاجه على الطبيعه، احنا بنقول اراء المعاينين معانا، واهم حاجه جوده الارض على الطبيعه. على السوق، تعالى جنبي هنا تعالى. عندكم دي؟ نعم. عرفت بنفسي. مختار هاني. مختار هاني. زرع ايه اللي كنت زرعه هنا دي؟ كنا زارعين كراوية. دي كراويه دي؟ اه. تمام. وانتاجها عامل ايه معاك؟ حلو الحمد لله. بجد؟ الحمد لله. وهتزرع ايه بقى تاني؟ انت شايف زرع سمسم. بتزرع سمسم دلوقتي. اه. بيزرع سمسم بعد الكراوي على نفس الخط ونفس الخرطوم. ودي بقى من مميزات الايه؟ المشروع المطور او التطوير. انا اخويا ابن عم وصاحبي